حكيم زياش يرد بقوة على التهميش الذي يطاله مع نادي غالاتاساراي التركي. يتعرض النجم المغربي حكيم زياش لتهميش كبير من طرف إدارة نادي غالاتاساراي، حيث ظل حبيس مقاعد الاحتياط في آخر مباراتين للنادي التركي، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة غالاتاساراي ضد توتنهام في الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم. زياش خرج عن صمته ورد برسالة قوية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث نشر المايسترو صورة له عبر حسابه الشخصي وأرفقها بالنص التالي: كل موقف سيء يحمل في طياته شيئا إيجابيا، حتى الساعة المتوقفة تظهر الوقت الصحيح مرتين في اليوم. وحاول زياش من خلال هذا الرد أن يؤكد أن هذا التهميش الذي يطاله داخل النادي التركي يحمل في طياته أشياء إيجابية للاعب، فربما قد نشاهد زياش ينتقل إلى ناد جديد في سوق الانتقالات الشتوي القادم، فاللاعب لديه اهتمامات جدية من الدوري السعودي والدوري القطري وكذلك من الدوري الأمريكي.